السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير ومرتاحين. فيديو جديد، روتين جديد، تحفيزي 100%. حبيت نبدا لكم الفيديو هكذا بجرعة طاقة. إن شاء الله اللي طاحت عينها على هذا المنظر نقول لك ربي يرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله. وكي اليوم كي اليوم تفرحي بالبيبي تاعك. على بالي باللي ناس كامل بزاف راهم محرومين وبزاف راهم يدعيو ربي الذرية الصالحة. مالا الفيديو هذا راهو كامل ليكم إن شاء الله، يا اللي كاملة تتمني الولاد إن شاء الله ربي يرزقك. وحتى تشبي حتى تعودي تقولي سي بون ربي الحمد لله الحمد لله ربي يعيش لي هذوما. طمنوني عليكم كامل. اللي أول مرة تشوف الفيديو نتمنى تشترك وتفعل الجرس هكذا باش يلحقها كل جديد. وفريمون اشاك فوا نهبط فيديو تجيني واحد الصدمة، نلقى كعبة زوز برك اللي علقولي، نلقى ليجي يعني علاش هكذا، علاش نقول لكم علاش البخل. تشوفوا وتفوتوا ما تشتركوش كذا. اشتركوا باش تطلع القناة. وقناتي ما هي إلا قناة بسيطة من ضمن هذا الكم الهائل من قناة الروتينات والوصفات وكما قلت لكم دايما يا البنات راني مع بعضنا نعيشوا حياة الواقع وليست حياة المواقع. كيما راكم تشوفوا فيديو بديته لكم هكذا من خارجه برا. كنت رحت شريت بتي كادو هكا البنت سلفي، رحت باركت لها. ان شاء الله تتربى في عزهم. هذا ديت لها الكادو هذا، يعني حاجه سامبل على البنات. شوفوا نقول لكم حاجه ما تكلفوش روحكم فوق طاقتها. والجود بالموجود، عندك ديتي ما عندكش عادي. هنا رحنا المهم شربنا الحليب والقهوه والزريره. واش نقول لكم نتوما ما بيديش بزاف اللي يقولوا لها الطمينه، انا في الشرق نقولوا لها الزريره. ونكون شاركها معاكم ان شاء الله. كي نديرها طول انا راني واش نقول لكم كيما تقول ماما في قلبي شكه. نموت عليها. هيا من بعد روحنا درنا شويه دي بوست، نهبلنا شويه في الطريق. انا نصور الزوج تاعي يقول لي حبسي حبسي قريب ما يسبني. ونقول له يا اخي الكارتي وفيره خليني برك هذا البنات الاوتفيت. آه المهم تمهبلنا شوية مع الطريق. كنا مشينا واحد المشية واحد الجو كان يهبل يا البنات. شاركت معكم الأجواء. تمنيت نخلي لكم هكذا صوت وصورة. كنت ديو الانستغرام البنات راح نشارك معكم دي ستوري كيما يحب قلبكم وقلبي. هيا المهم وشكون يا البنات كي تقلي البطاطا تحط معاها الثوم. انا هكذا ومن بعد كي البنات نعصرو نحس واحد البنه بنينه نحب ناكلو هكذا مع الفريت. هنا بعد ما روحت درت عشاء خفيفه ظريف، لكن صارت راسي كون كانت ويكاند هيا. قليت شويه بطاطا شويه، درت لهم اومليت، درت لهم الفلفل اللي كلاكلا اللي ما كلاش قلت لهم هيا. الحمد لله والله هذه الكميه. ويعني وقاعده نقول لكم دائما يا البنات عيلتي ماهيش وكاله. هيا ولي وصلت هنا دير لي جامعة ما تبخلش عليا. هذا هو عشائي البسيط جدا. تعشينا والحمد لله. كانت ويكاند. شوفوا البنات اذا عندك طيب، اذا ما عندكش، اذا عندك وكنتي قادره تاكلي برا قولي، خاصه الويكاند بالنسبه للخدمات. ما تخمي لا في الكوزينه لا حتى حاجه. صدقوني البنات عايشين عايشين واحد الفتره. قولوا لي يا البنات شكون توافقني الراي. الفتره هذه بالذات قولوا من قبل رمضان حتى الايام هذه اللي آه، الايام هذه عايشين فتره هكذا من الضغط. انا واحده من الناس ضغطت على في روحي في التفكير وذاك. حتى عدتي البنات عندي واحد الصداع، واش نقول لكم صداع ودي فوا يجيني حتى الارق. عدت نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. نكلفوا صح. ربي قال لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واحنا نكلفوا في رواحنا فوق طاقتها سبحان الله. هنا شوفوا البنات الساعه راني قاعده نعطيكم في لافيسيل بعد ما غسلت الماعن وكلش. شوفوا البنات الديفو راهو ماهوش. شوفوا لي برودوي كيما كنت هبطت لكم قبل لي برودوي لاباس عليهم. المشكله اني انا ما غسلتهاش وكالكير تاع الماء وكل شيء. سي بور سا صرا لي فيها هذاك البروبليم اللي كنت شاركته معكم في الفيديو اللي دوماج ما طلعش. تمنيتو انه يطلع 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 خلاص فيه يعني نصائح من القلب للقلب. والبنات شوفوا اي حاجه دائما نقول لكم استحفظوا عليها تستحفظ عليكم. هنا وليت واش ندير بعد كل غسله نمسحها من الفابير هذاك وكلش، نمسحها من الداخل من برا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نقفلها ويكتا ما ظهر لي نجبدها. والله يا البنات نلقاها تهبل ونظيفه ما شاء الله. قلت لكم يعني سبحان الله عايشين واحد الحاله من الضغوطات. شوفوا جا رمضان 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 ونخموا القضيان ورمضان وبطاطا بطاطي. هاو وجا فات في رمضان جات الامتحانات تاع الولاد قتلنا. انا واحده من الناس قتلت روحي في الامتحانات هذوك. من بعد الحمد لله يعني الحمد لله على كل حال.
زاد يا البنات بدات الكسوة تاع الولاد ماي الكسوة تاع الولاد تجينا واحد الهيستيريا حنا ومال الحوانت وتجار فجار يعني إلا من رحم ربي. الغلا والكوافات رمضان بدينا نخمو على العيد، هاي كسوة الولاد، هاي شو اسمهم، آه، الكسوة غالية، الضحايا غالية، سبحان الله. والله يا البنات واش راح نقول لكم، يعني نصيحة من قلب أخت لخواتاتها، ما تحملوش روحكم فوق طاقتها. راهي الحاجة اللي تكتب والحاجة اللي تكتب راهي تجي يا البنات. وديروا النية وسبقوا الخير ووفروا الأسباب بركة. دايما نقول لكم كيما كان وفروا الأسباب، وإذا كتب لنا ربي هنا درنا هذيك الحاجة، إذا ما كتبش والله العلي العظيم ماهيش راح تديها بلا مكتوبة كيما نقولوا. نديروا ربي في بالنا ونشهدوا ونستغفروا، والحمد لله ان شاء الله ما تكون غير الحاجه المليحه، وما نديو غير الحاجه اللي كتبت لنا يا البنات. ربي سبحانه وتعالى خلقنا كتب لنا كل حاجه، وما ننساوش صاحبي للدعاء يرد القضاء في بعض الأحيان. نسعاو باش نحققوا أحلامنا، نسعاو باش نحققوا آمالنا ومشاريعنا، ولو تشوفوا فيها الناس كاملة تشوف فيها أنها مستحيلة هذيك الحاجة، مي مي راح ربي يقعد كاتبها لك. والله يا البنات تكتب لك. وما تنساوش دايما نقول لك تديها كما نقول لكم. ما تنساوش دايما نقول لكم خلوا علاقتكم بربي، قراوا القرآن تاعكم، ديروا الورد تاعكم، خليوا جزء من اليوم ربي سبحانه. شوفوا البنات ما تخلوش الدعاء شغل دعاء وقت الحاجة فرات، خلوه عادة يومية. ملي تنوضي وانتيا بينك وبين روحك تهدري مع ربي، يا ربي الحنين، يا ربي كذا، يا ربي كذا. فرغي قلبك اخوتي، يا ربي يقلك ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ربي على باله بكل حاجة احنا على بالنا بها، واحنا حاسين بها، واحنا متمنيينها. بلا نديروا ان شاء الله ربي في بالنا، ونقول له اذا شفتي فيها الخير ربي الحنين قدمها لي وكتبها لي، اذا ما شفتيش فيها الخير بعدها ليا وبعدني ليها. وهذه هي ان شاء الله ربي يعطينا غير الحاجه المليحه. يعني هذه صدقوني يا البنات دردشه، وعلى بالي بلي بزاف راح يجوني في لي كومونتير ورايحين يوافقوني الراي يا حبيباتي. وكما راكم تشوفوا خيتكم راهي دخلت وتجلط في المطبخ الجزائري، المطبخ تاع ام محمد يا البنات. هيا شوفوا، المهم هنا درت لهم طاجين مرقاز بلا مرقاز. باش نقول لكم يا البنات، عبالك الزوج ياكل فيه ويشكر واش قال لي، يقول لي يا والله غير جا ميد، ما نديري صح درتي فيه المرقاز، يعني يقول لي ما درتيش فيه الشحمه. المهم اش نقول لكم يا البنات، راني هبط لكم في القناه الثانيه بالتفاصيل المخله والممله، حنخليها لكم في صندوق الوصف ولا في تعليق المثبت. اضربوا عليها طلع، هنا تلقاو الروتينات الجميله الشيقه، يومياتي الجميله والبسيطه والمتواضعه، حياه الواقع وليست حياه المواقع. دايما نقول لكم شوفوا اللي قدكم، ما تشوفوش اللي اكثر منكم، ورضاو بواش عطاكم ربي. فهمتوني واش معنى حياه الواقع وليست حياه المواقع؟ هذه هي يا البنات. قلت لكم درتو بزر تاع الدجاج ساهل ماهل. وصفه كنت درت بزر تاع الدجاج، رحيته درت لا شابلور، درت فيه كوسه زيتون، شويه تاع دبشه، شويه تاع توابل، خلطته كيما راكم تشوفوا. من بعد درتو اصابع قليته، من بعد جبت البنات لاصوص طوماط. واذا لقيتو لا طماط مسلموا لي عليها راهي 25 الف الكيلو. انا راني درت على صوص طوماط هذيك كنت خدمتها، هي وليت نطيب بها كل ما لذ وطاب. حطيت في هذيك نفس المقله هذيك درت لاصوص طوماط. اذا عندكم طماط ما فيها باس ربيوها. درت لاصوص طوماط هذيك، ودرت معاها شويه تاع زيتون، نصف مكعب جامبو. درت شويه تاع توابل تاع الدجاج كذا باش نعزز هذيك النكهه. ومن بعد البنات حطيتها، خليتها شويه غلات، حطيت هذيك المرقزات هذوك اللي ماهمش مرقزات، وهي وزدت لها شويه تاع معكم راجلي يحب يا البنات التغماس يا اخي. ومن بعد ما طابت شويه تختخت كذا شويه، درت عليها العظام البنات. درت زوز بركه، درت جهتي انا والمعلم وجهه الاولاد، خليتها المكزي. فينالمون البنات كلاوها والله عجبتهم ماتوا عليها. يعني الوصفه هذه راح نضمن لك بلي ياكلوها الكبار والصغار. وخلاص يا البنات، وش حوالكم مع الطيابه؟ يحكوا لي كامل اذا وصلتوا هنا قولوا لي واش راكم ديروا. والسلطه هذه يا البنات تهبل حتى هي نقول لكم. كل ما شوفوا ديروها حتى على 2 3 جور، ديروا هكا بواط بورت مونجي، حطوها في الفريجيدير غير جبدوا بركه وكلوا، خاصه كي تبرد. شوفوا البنات البطاطا قصيتها مكعبات، قصيت معاها البازرو ديالي كانت صراحة كانت في المجمد. شوية تاع جلبانة تقدروا تزيدوا لها الزيتون، أنا ما حبيتش كيما نقولوا نطيبوا معها، زدتهم من بعد ديال البنات. غليتها مع شوية تاع ملح، خليتها حتى طابت. ومن بعد يا البنات كي بردت جيت باش نزيد لها بقية المكونات. واش درت لها يا البنات؟ درت لها لاصوص فينيغرات هذيك الواجدة، ومن بعد درت لها كمية معتبرة من مايونيز. تقدروا هنا تستغناو على المايونيز، ديروا فرماج ريجيم البنات، ولا
ديروا هذاك البتي سويس فهمتوني، راح يجيك مثلًا بنتو بنينة خلاص ولا ديروا نورمال فرماج عادي راح يجي وسي بنين، زدت لها شوية تاع زيتون، ما كنتش صراحةً راح نزيدو، ومن بعد زدت لها شوية تاع زيتون خلطتها bien comme il faut خليتها تبرد، من بعد يا البنات شرشمت لها العظام وزينتها بيهم، وكانت بنينة واش نقول لكم يا حبيباتي. هنا كنت وجدتها في الليل باه الغدوة كي نروح نخدم يلقاوها درت ما نصايب كيما هكا، وهذه هي حبيباتي يعني وصفاتنا سهلة بسيطة من كيما نقولوا من حبة نديرو قبة ومن بيضة نديرو حاجة كبيرة، وهذه هي نتفكروا خلا كل ما تدخلي المطبخ تاعك ديري كيما نقولوا مكونات بسيطة مي تحاولي انك تنوعي طاولة للافراد الاسرة تاعك. حبيباتي اذا وصلتوا هنا متنساوش تخلوا لي جيم، وان شاء الله تزهلك بالايام، خليكم على خير. ما تنساوش تابونيو يا البنات وطلعوا لي هكذا الفيديو كذا باش تطلع لي شويه لاشين ميم اللي كانوا يعرفوني قبل في القناه القديمه يعاودوا يريكيبيريوها. نخليكم على خير ودمتم سالمين.